تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة مساء أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024 من توقيف محامي متدرب على خلفية إقدامه على دس قرص مهلوس داخل مشروب زميله عندما كان يقضيان سهرة داخل ملهى ليلي بطنجة. وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، فإن النيابة العامة أمرت بوضع المحامي المتدرب المذكور رهن تدابير الحراسة النظرية، فيما تم الإفراج عن شخصين كانا في نفس السهرة حيث اعتبر شاهدين. وفي التفاصيل، فإن أحد المحامين الشباب نقل إلى قسم الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بعد أن أصيب بمضاعفات صحية حادة خلال قضائه سهرة مع بعض زملائه في ملهى الليلي. وقالت المصادر أن المحامي الشاب تدهورت حالته صحية مباشرة بعد احتسائه لمشروب معين ليتم نقله بشكل عاجل إلى المصحة، حيث تبين فيما بعد أن أحد ندمائه وهو محام آخر فاصلة قام بوضع قرص مهلوس داخل كأسه دون علم، وهو ما أدى إلى ذلك والتدهور. وبينما لا زال الضحية يرقد في قسم الإنعاش بمصحة خاصة طنجة بين الحياة والموت بعدما تعرض لتلف وصف بالخطير على مستوى الرئة، فإن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن حيثيات وتفاصيل الواقعة.